ربما يأتي من يقول طيب الحديث النبوي الصحيح يلي أوله إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نعم نطفة إلى آخر الحديث، إلى أن قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هات لنشوف بعد الحديث شو بيه معنى ذلك. رجعنا للجبر. واحد معنى بحسب الظاهر، معنى الحديث بحسب الظاهر أن الواحد مسكين بيعرى وبيشتغل وبيتقرب إلى الله وبيؤدي الطاعات وبيتقرب بالقربات صلاة وصوم وحج، قبل ما يموت بشوية يتخطفه قضاء الله عز وجل ويزجه في طريق الغواية ويختم له بخاتمة السوء. مسكين كل طاعاته ضاعت سدى. ليش؟ شو السبب؟ والثاني انبسط وتكيف أمضى 3/4 حياته وهو يلهو ويلعب ويرتكب الموبقات، وبعدين قال له رب العالمين يلا حاجتك، دعاه إلى التوبة والإنابة صار من أهل الجنة. ما الجواب عن هذا؟ قبل كل شيء أيها الإخوة هذا حديث موجود صحيح في رواية لمسلم. في هذا الحديث ماذا يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إلى آخره. بعدين بيقول والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو. كلمة فيما يبدو تطل بنا على الجواب على الإشكال. ما المعنى؟ هذا الإنسان الذي يعمل بعمل أهل الجنة نحن لا نرى إلا الظاهر، لا نرى ما استكن بين جوانحه، نراه يصلي، نراه يحمل السبحة، نراه يذهب إلى الحاج، نراه يجلس في مثل هذه المجالس، ولكننا لم نطلع على فؤاده. المصطفى صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن كثيرين من الناس تراهم من أهل الجنة فيما يبدو من أعمالهم، ولكن هنالك زغلا تنطوي عليه بطائنهم، تنطوي عليه سرائرهم، زغل، نفاق، رياء، كبر، هدف آخر، ما أكثر أمراض الباطن التي يراها الله ولا نراها. صلي كذا إلى آخره. ولكن لا بد أخيرا أن تكون الخاتمة صدى لواقع هذا الإنسان في سريرته لا في ظاهره فقط. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الإنسان الذي يعمل بعمل أهل الجنة وقلبه متفق مع ظاهره، قلبه وظاهره كلاهما متجهان إلى مرضاة الله عز وجل، يعني مخلص في عمله لله، غير مرائي، غير منافق، ليس مستكبرا إلى آخره. هذا يستحيل وقد عمل بعمل الله الجنة أن يهدر الله عز وجل عمله. كيف؟ والله عز وجل يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم. الباري عز وجل مستحيل تتقربوا إلى الله بصدق، بدافع سليم، بقصد مرضاة الله، والباري عز وجل يجي يضيع عملكم؟ لا 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 أبدا. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى أبدا. لكن من الذي تهدر أعماله التي نراها بحسب الظاهر أعمال صالحة؟ ذاك الذي نراه نحن يتقرب إلى الله بقربات كثيرة
لكنه يهدف من وراء ذلك مجدا، يهدف من وراء ذلك مصلحة دنيوية، يرائي الناس إلى آخره. والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيب. هذا الجواب عن الشق الأول. طيب، والفئات الأخرى ذاك الذي ضرب رسول الله مثلا عن واحد منهم قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو، في رواية مسلم، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. كيف هذا؟ زيد من الناس أم يرتكب موبقات، بيشرب خمرة، موبقات، ونحن لا نرى إلا هذا، لكن في بينه وبين ربه شيء لا نعرفه. يعود مساء إلى داره متألما باكيا متذللا، يقعد بيشكي لربه، ما حدا بيشوفه، بجنح الليل: يا ربي ليه امتى بدك تتركني انا هيك؟ يا ربي ما حلك انك تاخذني وتنتشلني من حالتي؟ والله ما بدي اعصيك. انا ما بيطلع بايدي. بيروح بفش قلبه بايش؟ بيلاقي له شيء اسره فقيره، شيء ارامل يتامى، بيروح بيكرم، بيعمل له جرايه من المال عليهم، بيقول لحاله: يلا بركي ربي عز وجل بيغفر لي. نعم، والرب مطلع. هذا الإنسان لابد أن يستجيب الله دعاه ويقول له: لبيك يا عبدي، تعال. نعم، مستحيل واحد يرتكب المعاصي وهو مستكبر وهو يتباهى بمعاصي أن يعمل بعد ذلك بعمل أهل الجنة أبدا. ولكن هذا الذي نراه يعمل بعمل أهل النار، ثم فجأة رأيناه عاد وآب. كيف يعود ويؤوب؟ يكون هنالك خيط بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يكون بينه وبين الله جسر، كما قلت لكم أمثلة كثيرة. نعم، إن سمعت أن زيدا من الناس عاش مدة طويلة من الزمن وهو يرتكب المعاصي ويرتكب الموبقات، ثم رأيته فجأة قد اهتدى وعاد إلى سبيل الهداية والرشد، فاعلم أن هذا الإنسان كان بينه وبين الله صلة أثناء شروده، واسأله بجاوبك. أنا قلت لكم أكثر من مرة عن جار لنا عاش معظم حياته مرتكبا للموبقات وفي مقدمتها الخمرة، شيء يعني مضرب المثل كان. فجأة رأيته في يوم من الأيام في الصف الأول بصلاة الفجر في المسجد، مسجد الحي. يعني خيل إلي أن الرجل يعني دخل المسجد وهو سكران لا يعلم إلى أين دخل ربما، لكن اليوم الثاني رأيته كذلك وثيابه مختلفة والسبحة بيده وبوقار. تسقطت خبره فعرفت أنه قد تاب إلى الله فعلا. كان ينبغي أن أزوره وأهنئه على التوبة، جار. ذهبت إليه ولأول مرة أدخل داره وهنأته بالتوبة. ما الذي قاله لي؟ ها هنا محل الشاهد. قال لي: أنا أثناء شرودي وبعدي عن الله كنت شديد الصلة بالله، كنت شديد التضرع على باب الله، كنت أجلس في الشرفة وآلات وأدوات الشرب أمامي، أسمع أصوات المسبحين من بعد على المآذن فأخجل من الله عز وجل، أحمل هذه الأدوات وأدخل بها المنزل وأغلق الباب. نعم، وأجلس وخاطب الله عز وجل باكيا، أقول: يا رب، هذا الجدار لما نحكي بكلامه عامي، يا رب هالحيط هذا اللي بيني وبينك امتى بدك تشيله؟ أنا ما بيطلع بإيدي شيله، ما بدي هالحيط يكون بيني وبينك، أنت بتقدر، عم بستنى يا رب، ما حلك تشيل الحيط اللي بيني وبينك. طبعا واحد سكران بيحكي بفش قلبه. سمعت كلامه،
وجاءه الجواب من الله عز وجل. ها أنا ذا قد رفعت هذا الجدار الذي استوحشت منه بسبب أنه أبعد ما بيني وبينك، وأصبح من أشد الناس التزاما وأكثرهم تقربا إلى الله عز وجل. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في إشكال؟ ما في إشكال. ما الذي نفهمه من هذا أيها الإخوة؟ هذا الشيء الذي نقوله يطرح سؤالا آخر علينا، يعني ألا يتدخل الله، إنجاز التعبير بكلمة يتدخل، يعني في حياة الإنسان وفي اختياره؟ يعني زيد من الناس بيقوي رب العالمين توجهه للخير، مو ممكن، وزيد من الناس بيقوي توجهه للشر، نقول ممكن. وهذا ما يسمى بألطاف الله سبحانه وتعالى. من الذي يقوي الله عز وجل توجهه للخير؟ الإنسان الذي فتح عينيه على هذه الحياة الدنيا وتفتحت براعم فكره وعقله، أصبح رشيدا عارفا بالأمور مثقفا، قرر أنه سيتبع الحق أينما لاح له، لا يخضع لا لعصبية ولا لهوى أهواء النفس. شو ما دل العلم بيتبعوه، إن دله العلم على الإلحاد ألحد، وإن دله العلم على أن الله موجود آمن به. الباري عز وجل في هذه الحالة يدعم توجهه إلى الخير، ما بده منك أكثر من هيك، بده منك أنت بس ما تتعصب للشر، تستسلم للفطرة التي غرسها الله عز وجل بين جوانحك. فكيف إذا أضاف هذا الإنسان إلى ذلك الالتجاء إلى الله، صار يقول يا رب أنا ماني عرفان الطريق الصح وين، يا رب اهديني، يا رب ارشدني، يا رب والله أنا ما عندي قدرة على أني يعني اختار لنفسي، أنت خذ بناصيتي إلى ما يرضيك. هنا الباري عز وجل يدعم توجهه إلى الخير. واحد ثاني تفتحت براعم عقله وأصبح مثقفا راشدا عالما سلفا، قرر أنه ما بده لا هالدين ولا هالإيمان بالله عز وجل، شو بده بها شغلة، بده ينبسط. نعم، قرر لو في إله، لو الأدلة العلمية كلها تقول ذلك، أنا ما راح أحط واطي، أنا إنسان حر بدي أعيش حياتي، بدي انبسط بهالكون. لك يا أخي أنت لا تقول هيك، قول أنا راح أتبع العقل وبس. لا 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 لا، أنا بدي امشي بالطريقة التي أحبها. حياتي اليوم أنا عايش 20 30 40 سنة بدي انبسط فيهم. نعم، وضع هذا قرارا بينه وبين جوانحه، ما أراد أن يتراجع. الباري عز وجل يدعم إرادته السيئة، يعجل عقابه. المستكبر سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا الكلام له